السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 2 النهارده موعدنا مع يونت 2. يونت 2 هي عبارة عن 2 ليسون، نيوتنز لو اوف موشن، والتاني ليسون اللي هو ليفر. ان شاء الله هناخد النهارده ليسون 1 وهنخلصه على 2 بارتس باذن الله. دعواتكم لنا بالتوفيق وصلي على رسول الله كده، ونبتدي مع نيوتنز لوز اوف موشن. طيب مبدئيا كده فيزيكال كوانتيتيز يعني الكميات، الكميات الفيزيائيه، الكميات الفيزيائيه. والكميات الفيزيائيه زي الماس، زي التمبريتشر، زي مين؟ زي الويت، زي الفورس، زي الديستانس. دي بيسموها كميات فيزيائيه. طبعا مش كلها زي بعضها، فيها فرق. الفرق ده العلماء قسموه لنوعين، حاجه اسمها سكالر فيزيكال كوانتيتيز وفيكتور. يعني سكالر يعني ايه فيكتور؟ ده اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله. سكالر معناها، طب قبل ما ندخل على سكالر عايز اقول لكم على حاجه. تعالوا كده، لما اجي اقول لك مثلا الويت، الويت ده اتجاهه فين؟ اتجاهه داون، لتحت. طيب انا عندي اوبجكت هعمل عليه فورس، هعمل عليه فورس. الفورس ده اتجاهها هتخلي الاوبجكت يمشي الناحيه دي. طب لو انا عملت فورس الناحيه دي، الاوبجكت هيتحرك الناحيه دي. معنى كده ان في عندي بعض الفيزيكال كوانتيتيز ليها اتجاه، ليها اتجاه. طيب حاجه زي التمبريتشر، زي الماس، دول عباره عن فيزيكال كوانتيتيز مش محتاجه اتجاه، محتاج بس اعرف قيمتها، الاماونت بتاعتها، لكن اتجاهها فين ده مش مطلوب، مش مطلوب في وصفها، مش مطلوب في تعريفها. يبقى انا كده انا عندي بعض الفيزيكال كوانتيتيز محتاجه دايركشن زي الفورس والويت، في حاجات تانية كتيره. وكمان في عندي فيزيكال كوانتيتيز مش محتاجه غير اماونت، غير كميتها. بيسموها ماجنتيود. بيسموها ايه؟ ماجنتيود. ايه بقى الماجنتيود؟ يعني اماونت. ويعني ايه اماونت؟ ويعني ايه ماجنتيود؟ بيقول لك لازم تذكر حاجتين، الفاليو اللي هي القيمه اللي هو الرقم، او النيميريكال فاليو اللي هو الرقم اللي بيتقال، زي مثلا 3 كيلو جرام، 3 كيلومتر. انا قلت 3، انا قلت ايه؟ 3. طب والتانيه دي اسمها ايه؟ يونت. يبقى الماجنتيود اللي هو الكميه لازم اعرفها بحاجتين، بفاليو اللي هي قيمه رقميه، وتاني حاجه يونت. ده مين؟ الماجنتيود. فانا لو انا عندي سكالر كوانتيتيز، السكالر هي محتاجه بس ماجنتيود. والماجنتيود عشان اعرفه انا محتاج حاجتين، محتاج فاليو ومحتاج مين؟ يونت. يعني لما مثلا اقول لك انا مشيت 3 ايه؟ 3 متر ولا 3 كيلو؟ يبقى انا محتاج يونت هو هنا. طيب اما الفيكتور فيزيكال كوانتيتيز دي محتاجه ماجنتيود. محتاجه ايه؟ ماجنتيود بلس ايه؟ بلس دايركشن. محتاجه اتجاه تاني. هيأثر معانا الاتجاه ده؟ طبعا. اتجاه الفورس زي ما قلنا قبل كده غير اتجاه الموشن، خلى الموشن بتاعت الاوبجكت في اتجاهات مختلفه. لو هتأثر من هنا هتمشي الناحيه دي، هتأثر من هنا هتمشي الناحيه دي. يبقى معنى كده ان الدايركشن في الفيكتور مهمه قوي. طيب لو انا جيت وانا بوصف فيكتور كتبت ماجنتيود بس، رونج، انت بتوصف سكالر. يبقى كأن اللي انت وصفته ده سكالر مش فيكتور. يبقى شرط الفيكتور انك انت تذكر معاها الدايركشن، ولو ما قلتش دايركشن يبقى انت حولتها من فيكتور لسكالر. يبقى نرجع تاني لحكايتنا علشان الدنيا توضح.
انا عندي سكالر quantities that fully defined only by magnitude، واحنا قلنا الماجنتيود محتاج ايه؟ محتاج value ومحتاج unit. fully defined يعني تعرف بشكل كامل، وانت جبت الخلاصه بتاعتها بانك انت ذكرت الماجنتيود بس وشكرا، وانت قلت عنها كل حاجه. ده اللي يقصده fully defined، يعني كانك انت وصفتها بشكل كامل بالماجنتيود. يبقى السكالر محتاجه ماجنتيود اونلي ومش محتاجه دايركشن. تعال هنا في الفيكتور، لا physical quantities that are fully defined by both، لازم الاثنين magnitude and direction. عشان تعرفها شكل كامل لازم تذكر الماجنتيود وتقول الدايركشن، ولو ما قلتش الدايركشن يبقى في حاجه ناقصه، يبقى انت ما ذكرتش اصلا فيكتور، انت قلت سكالر. طيب يبقى هنا الفيكتور عندها ماجنتيود وعندها دايركشن. الفرق بين الفيكتور والسكالر، السكالر محتاجه ماجنتيود اونلي اللي هي الاماونت اللي هو الفاليو واليونت، اما في الفيكتور لازم اقول دايركشن. طب هيجي لك هنا سؤال وان شاء الله هنجاوب عليه حلو قوي. طب ناخد اكزامبل، عندي ماس وعندي تايم وعندي تمبريتشر وعندي ديستانس، حاجات تانية كتير، وكمان في الفيكتور عندي فورس وعندي اكسلريشن. يبقى دي سكالر ودي فيكتور ودي فيكتور. حلو. لو جه وقال لك اي سؤال ليه التايم سكالر، ليه الاكسلريشن فيكتور، قول لي السكالر عشان fully defined، اقوم قايل دي because they are او it is fully defined only by magnitude، هي بتتعرف بشكل كامل بالماجنتيود. طب ليه قال لك الفورس تعتبر فيكتور، قول لي because it's fully defined by magnitude and direction. اهو because mass is fully defined by its magnitude only while force is fully defined by both magnitude and direction. طب انا عايز اقول لك اجابه اسهل، اقول له due to او because mass has magnitude only. بس شيل بدل ما fully defined دي اكتب has وخلاص. but او while force has magnitude and direction. بسهلك الدنيا عشان ما تستصعبش حاجه. قول لي دي has ودي has، دي has magnitude ودي has magnitude and direction، والاجابه جميله وصح. هيبتدي بقى بما انه دخلك في السكالر والفيكتور، هو عايز اصلا يدرس لك ويفهمك حاجه اسمها فورس. طب الفورس تعتبر فيكتور ولا ماجنتيود؟ فيكتور ولا سكالر؟ هتقول لي فيكتور. ليه فيكتور؟ علشان محتاجه ايه؟ ماجنتيود اند دايركشن. تمام. فورس ان كينيماتكس يعني الحاله الحركيه للاوبجكت. كينيماتكس يعني ايه؟ الحاله الحركيه، دي اسمها كينيماتكس. is an external agent، عامل خارجي. يبقى الفورس هو عباره عن عامل خارجي بيعمل ايه؟ act on object، بيشتغل على الاوبجكت and change or tries to change، يعني بيحاول يغير. ادي الكرسي موجود وانا زقيته، انا حركته، فانا كده عملت عليه فورس. طيب لو انا زقيت الحيطه وما اتحركتش، كده انا عملت فورس؟ ايوه عملت فورس. يبقى الفورس بيقول لك ايه؟ يا تشينج يا ترايز تو تشينج، هيحاول يغير. يعني ممكن تحاول تغير ما تعرفش، بزق عربيه وما عرفتش، طب انت عملت عليها فورس؟ ايوه. طب جيت اغير مكانها ما حصلش، يبقى انا اهو ترايز تو تشينج، محاوله للتغيير. يبقى هي مصدر خارجي وعامل خارجي بيأثر. اكت معناها يؤثر، عشان هتتقال كتير، يؤثر على الاوبجكت اند تشينجز، وبيغيره. سواء بقى اتس ستيت، بيغير اتس ستيت من الريست اور يونيفورم موشن، يعني لو هو في حاله وقوف فبيتحرك. طب لو هو في يونيفورم موشن، لو هو ماشي بسرعه ثابته، يا يقلله يا يزوده يا يغير اتجاهه. ده كده افعال الفورس. الفورس بتعمل كده في الجسم اللي بيتحرك، سواء كان بيتحرك بيونيفورم سبيد، هيغير اليونيفورم سبيد. يعني ايه يونيفورم موشن؟ حركه منتظمه
والحركة المنتظمة يعني حركة ثابتة، سرعتها ثابتة. طيب هل السرعة الثابتة دي بتفضل؟ قال لك هتفضل بس لو ما أثرش عليها فورس، لو ما فيش فورس تزودها أو تنقصها أو تغير اتجاهها وهكذا. طيب يبقى الفورس in kinematics is an external agent. It's an external agent، عامل خارجي. act on an object that act on the object that act on the object and it changes or tries to change. بيغير او بيحاول يغير. S state from rest of rest or uniform motion. بيحاول يغيره سواء من الريست او اليونيفورم motion. To understand the effect of force on object it's necessary to know. بيقول لك عشان نفهم تأثير القوة على الاوبجكت تعالى ناخد شوية مصطلحات كده عشان لما نقولها تبقى انت مستوعبها وفاهمها. قايل لك ادي 1 2 3 4. A1 ده الرقم، ده الماجنتيود. تاب 2 ده الدايركشن، اتجاه. ايه ده؟ وانا لسه ما قلت دايركشن للفورس؟ طبعا ده فيكتور. 3 النقطة اللي بيأثر عليها. 4 قال لك لاين اوف اكشن، خط التأثير، انت بتأثر في انهي منطقة، في انهي خط. يبقى في حاجة اسمها لاين اوف دايركشن، لاين اوف اكشن، اسف، لاين اوف اكشن اوف ذا فورس. هيبتدي يوضحها لنا في الجدول ده. 1 اللي انا قلت لك عليها الماجنتيود، ماجنتيود يعني كميه. ماجنتيود اوف فورس اللي هو 10 نيوتن. طب 2 فين 2 اهي؟ دايركشن، اتجاه الفورس، اتجاه الفورس. The line that indicates the direction of the force effect. اللاين اللي بيمثل يعني خط بيمثل اتجاه الفورس. point of action نقطة التأثير، هو بيأثر ازاي؟ وكان بيسحب الاوبجكت كده، بيسحبها من النقطة دي، يبقى دي اسمها point of action. point of action اللي هي application of the force. حلو. the specific point نقطة معينة، النقطة المعينة دي on the object at which the force acts. عندها الفورس تؤثر القوة. طيب line of action of force، خط الاكشن يا خط التأثير اسمه ايه؟ خط التأثير. لمين؟ للفورس. The straight line passing through a point of action of the force and extended in both direction. يعني انا عندي اوبجكت اهو، نقطة التأثير هنا هو الاكشن ده، اللاين اوف اكشن اللي هو الخط اللي واصل وممتد على طول الاتجاهين بتوع الفورس. تمام. arrow representing the direction of force. حلو. take care يعني ايه؟ خلي بالك. when two forces act on the same object، لما في اتنين فورس يأثروا على الاوبجكت ساعات يأثروا في نفس اللاين اهو، واحد كده وواحد كده بس على نفس الخط. ساعتها بقى نقول ان دول بيأثروا في نفس الخط. في برضو not act ما بيأثروش في نفس الخط، واحد الناحية دي واحد الناحية دي. هل تفرق مع الموشن بتاع الاوبجكت؟ طبعا تفرق. عشان كده بنقول لك الفورس فيكتور يعني محتاجة ان انت تقول لها اتجاهك فين. طيب بقيس بقى الفورس دي بتاعتي، بقيسها بحاجة اسمها نيوتن متر. اسمه ايه؟ نيوتن متر او سبرينج سكيل. ده علشان اقيس القوة بقيسها بديفايس هنا، بجهاز اسمه نيوتن متر او سبرينج سكيل. حلو. نيوتن متر a device for measuring force. بنقيس الفورس بنيوتن متر. اكسبلورينج اكتشاف مين؟ relation between force و motion dates back، يرجع تاريخها to ancient يعني قديم، times اللي هو الوقت القديم او ازمنه قديمه. and among these attempts يعني محاولات، من ضمن هذه المحاولات مين؟ عندك ارسطوطل's belief، يعني اعتقاد ارسطوطل اللي هو ارسطو، واعتقاد وتجربه جاليليو. حلو. ارسطوطل قال ايه؟
Aristotle believes that any object does not continue in motion unless a force continuously acts upon it. بيتكلم ارسطاطل ان الاوبجكت مش هيفضل يتحرك الا لو في قوه فاضله شغاله وراه باستمرار عشان يفضل يكمل حركته. تمام كده؟ يبقى ارسطاطل اهو believes that any object اي object does not continue in motion هيكمل يستمر في حركته unless اذا لم a force continuously act لو ما فيش قوه بشكل مستمر act تؤثر عليه. طبعا جالك جاليليو قال لك ايه؟ ولا ارسطاطل انت تعبان في دماغك، الموضوع مختلف تماما. جاليليو ديمونستريتد وضح ايه بقى؟ inaccuracy عدم دقة مين؟ ارسطاطل بليف. جاليليو قال له لا يا ارسطاطل اركن على جنب، اللي انت بتقوله ده غلط. ليه؟ with an experiment for which he concluded هو عمل تجربة واستنتج conclude يعني استنتج ايه بقى؟ that object tend to maintain يحافظ، وتند يعني يميل، يبقى اي اوبجكت يميل ان هو يحافظ their state of rest or motion. الاوبجكت هيفضل ساكن او هيفضل يتحرك طالما اهو unless ما لم acted upon by an external force. يعني بيقول لك هيفضل، اللي هو جاليليو عمنا جاليليو قال ايه؟ يا ارسطاطل انت غلطان، لا اي اوبجكت هيفضل يتحرك ما لم تؤثر عليه قوه تغير منه unless acted upon by external force. يبقى يفضل الجسم بيفضل يتحرك او يفضل ساكن طالما ما فيش قوه قربت منه. طب هيغيرها امتى؟ لما قوه تغير من حالته، وساعتها this property was later called inertia. اللي قاله جاليليو بعد كده عرفناها ان هي اسمها inertia، وخدنا بكلامه وقلنا يا عم يا جاليليو انت هايل، انت شاطر، فعلا كلامك صح ان الاوبجكت يفضل in motion او يفضل at rest طالما no force acted on it، مفيش قوه اثرت عليه، وده بيسموها دلوقتي حاجه اسمها inertia. طيب ساينتست ايزاك نيوتن، طبعا ايزاك نيوتن عارفين انتوا حكايته مع التفاح. التفاحه لما نزلت هو قاعد يفكر ليه التفاح بينزل ما بيطلعش، فابتدى يطلع قوانين الجرافيتي. طيب ماله بقى؟ الانجليش ساينتست، هو كان عالم انجليزي considered one of the most influential scientists in physics. يعني يعتبر واحد من اكتر العلماء اللي اثروا او المؤثرين في الفيزياء. من اكثر العلماء influential يعني مؤثر في عالم مؤثر، واحد من ضمن العلماء اللي اثروا في الفيزيكس and mathematics والرياضيات over ages عبر العصور. ليه بقى؟ and one of the icons ايقونه يعني رمز الايه؟ of the scientific revolution الثوره العلميه. واحد من ضمن الايقونات اللي كانت بارزه في الثوره العلميه اللي تمت عبر العصور اللي فاتت دي. he formulated يعني صاغ وعمل انشا يعني نيوتن's laws of motion قوانين نيوتن للحركه and universal law of gravitation يعني هو عمل القانون العام للجرافيتي which dominated scientist view اثر وهيمن على نظره العلماء of material universe for 3 centuries. يعني الراجل ده عمل ايه بقى؟ صاغ قوانين نيوتن للحركه وصاغ قانون العام للجرافيتي اللي هيمنت دومينيتد يعني هيمنه يعني سيطر يعني هيمنه على نظره العلماء of material universe على الكون المادي for 3 centuries لثلاث قرون until they were refined. بعد كده تم تنقيحها وتعديلها by the theory of relativity اللي هي بتاعت النسبية بتاعت اينشتاين. theory of relativity يعني نظرية النسبية اللي عملها مين؟ اينشتاين.
يبقى الراجل ده قعد نظرياته ونظرته للكون المادي قعدت 3 قرون، يعني 300 سنة، لغاية ما جه اينشتاين وابتدى يظبط الحاجات اللي هو قالها نيوتن. He made important contribution، مساهمات in the field of optics. optics اللي هو علم البصريات، اللي هو وعلم البصريات يا اولاد بيتقال على الضوء والازاز والمرايا والعدسات والحاجات دي بيسموها اوبتكس. كان برضو له مساهمات كبيره قوي في علم الضوء والوانه والمرايه والانعكاسات والانكسارات بتاعه العدسات وهكذا. طيب he developed a theory of colors، هو developed يعني طور نظرية الألوان based on his observation، على ملاحظاته. when he used a prism، كلمة بريزم اللي هو المنشور الثلاثي اللي هو عامل زي ده كده، بيدخل فيه الضوء ويطلع 7 ألوان. عارفين ال7 ألوان بتاع القوس قزح اسمه ايه؟ ريمبو. عارفين الألوان بتاعت الريمبو؟ هو طلعها باستخدام حاجة اسمها بريزم، جلاس بريزم، هرم زجاجي كده، كان بيفصل بيه الضوء ل7 ألوان، وهو اللي قال لنا ان اللون الابيض بيكون من 7 ألوان مختلطين ببعض، وعمل له انالايز، حلل الضوء الابيض الوايت لايت انتو ذا كولر، ودلوقتي معروف ان هما 7 colors of the visible spectrum للطيف المرئي. He studies the speed of sound in air، وكمان درس ووضح لنا سرعة الصوت في الهواء. ده جزء من اللي نيوتن عمله. طب عمل تاني كتير، قعد نظرياته قعدت مسيطرة على العالم وعلى العلماء 300 سنة، 3 centuries. فعشان كده اختصار قوي اللي هو عمله نيوتن، واحد من ضمن الايقونات والرموز اللي في الساينتفك ريفولوشن، في الثورة العلمية اللي تمت في العصور اللي فاتت. تمام. Before studying Newton's laws of motion, it necessary to understand some concepts. المفروض ان انا هفهم شوية مفاهيم، يعني related to force. net force، اول مصطلح عندنا اسمه net force، يعني القوة المحصلة، يعني القوة الصافية، القوة الناتجة، نهاية القوة. ايه اللي بيحصل؟ يعني مثلا انا عندي اكتر من قوة، واحد بيشد يمين واحد بيشد شمال. طيب لو الاثنين قد بعض 10 نيوتن وده 10 نيوتن، المحصلة ايه؟ 0. فالنت فورس اسمها اللي هو القوة المحصلة الناتجة يعني. يبقى النت فورس هنا 0. طب هنا مثلا 20 وهنا 10. النت فورس فين؟ يعني نت فورس اللي هي القوة المحصلة، القوة النهائية هتبقى 10. ليه؟ أنا عملت ماينس. طب اتجاهها فين؟ اتجاهها ناحية الأكبر، وهكذا. دي اسمها نت فورس. When a number of forces act on an object, the total resulting يعني القوة الناتجة in magnitude and direction is known as net force. يبقى القوة الناتجة والمحصلة من مجموعة القوى اللي بتأثر على الأوبجكت. يبقى net force the total force in magnitude and direction. total force of magnitude and direction، وكلمة total يعني مجموع الفورس في الماجنتيود والدايركشن resulting from ناتجة من ايه؟ the effect of number، عدد، تأثير عدد من الفورسز acting on an object. يبقى تأثير أكتر من فورس على الأوبجكت، محصلتهم النت فورس. النهاية نت فورس، قوة في النهاية هتأثر على الأوبجكت وتاخده في طريق معين، ده اسمها نت فورس. The total force in magnitude and direction resulting from the number of forces acting on an object. يبقى total force مجموع القوة in magnitude and direction. The total force in magnitude and direction. The total force in magnitude and direction resulting from a number of forces
a number of forces acting on an object. A number of forces acting on an object. مجموعة من القوى ناتجة أو acting يعني أثرت. كلمة acting يعني تؤثر على الأوبجكت. بيقول لك the net force acting on an object determine whether the object. يعني النت فورس يا رجالة بتحدد الأوبجكت، سواء لو هو اتحرك من سكون from rest، او يقف من حركه، او يغير السرعه بتاعته او اتجاهه. يبقى القوه المحصله بتحدد الاوبجكت هيحصل له ايه. لو ساكن هيتحرك، لو متحرك هيقف، او هيغير اتجاهه او سرعته. دي النت فورس اللي بتاثر على الاوبجكت. ما عندناش احتمال تاني. يا اوبجكت at rest will move، او يا اوبجكت at move بيستوب بيقف، او اوبجكت ات موفمنت او ات موشن بحركه. فعنده حلين، يا سرعته تزيد او تتغير يعني، او اتجاهه يتغير. ده النت فورس بتعمل على الاوبجكت كده. تمام. balanced forces and unbalanced forces. قوه متوازنه وقوه غير متوازنه. بمعنى يعني دلوقتي انا عندي اوبجكت اثر عليه قوتين في نفس اللاين اوف اكتنج. حلو. دي كانت 10 نيوتن ودي 10 نيوتن. الاوبجكت هيروح فين؟ قال لك مش هيتحرك. ساعتها الفورسز اللي اثرت عليها واثرت على الاوبجكت بالانسد. ليه بالانسد؟ ما غيرتش منه حاجه، عشان مجموع النت فورس ايكوال زيرو. النت فورس هنا ايكوال زيرو. ساعتها يبقى الاوبجكت ان بالانسد فورسز، بتاثر عليه قوه بالانسد. طيب طب لو ده 10 وده 20، طب ده بالانسد ولا انبالانسد؟ انبالانسد. ليه؟ علشان الاوبجكت هنا لو اترست والموف انهو دايركشن؟ اتجاه القوه الكبيره. لو هو ده اتجاهها كده، يبقى الحركه هتبقى بنفس اتجاه القوه الكبيره. يبقى البالانسد قوه متوازنه، unbalanced قوه غير متوازنه. طيب فبيقول لك so if the force that act on an object or two forces. لو عندي قوتين بيأثروا على الاوبجكت equal in magnitude and opposite in direction، في نفس الكمية بس في اتجاهين مختلفين او عكس بعض، ايه اللي هيحصل؟ then net force هتساوي ايه؟ قال لك the difference between two forces، هيبقى الفرق بين الاثنين. ساعتها هتبقى النت فورس ايكوال زيرو. طب ليه؟ عشان الاثنين عكس بعض والاثنين نفس القيمه، فهطرحهم من بعض اعمل لهم ماينس، اجيب الديفرنس هتبقى زيرو. فساعتها تبقى زيرو. The two forces acting on this case are known as balanced force. يبقى التو فورسز نفس الماجنتيود opposite in direction، هجيب الديفرنس يطلع زيرو. يبقى معنى كده ان الاوبجكت ده at balanced forces. ونفس المنظر ده 20 نيوتن مع 20 نيوتن، الاثنين زقوا مع بعض، لقيت ان في النهايه 20 minus 20 equal 0. يبقى الراجل ده at balanced forces. طيب انا عندي several يعني قوة عديدة يعني كتيرة. فبيقول لك القوة الكتيرة دي ممكن تبقى في نفس الاتجاه and not equal in magnitude and opposite in direction. يعني act along the same line of action. يعني القوة دي بتأثر في نفس اللاين بتاع الاكشن، بس في نفس الاتجاه. لو في نفس الاتجاه ادي قوة دي 10 دي 30 دي 60 مؤثرين على نفس الاوبجكت. يبقى النهايه ايه؟ قال لك sum مجموع القوه دي of these forces and in their common يعني مشترك، اللي هو الاتجاه المشترك اللي هيبقى الناحيه دي، يبقى اتجاه الحركه في نفس اتجاه القوه اللي في نفس دايركشن بتاعها. جميل. طب هما بقى مش قد بعض في الماجنتيود بس عكس بعض. يعني مثلا هنجيب كده ادي اوبجكت اربع قوى، انا عندي 10 نيوتن 5 نيوتن هنا 30 نيوتن هنا مثلا 15
نيوتن. يبقى هما مش قد بعض خالص بس في عكس بعض. فبيقول لك ايه؟ the difference between اللي هو النت فورس احسبها ازاي؟ قال لك the difference between these forces and in the direction of the greater force. يبقى انا هنا مش هما دول مع بعض اقوم عامل لهم بلس، وهنا مع بعض اعمل لهم بلس، وبعد كده الناتج هعمله ماينس الناتج ده. يعني ده هيبقى مثلا كام؟ ده 10 ده 15 وده 30 يبقى 45 يبقى ماينس 45 هتطلع كام؟ هتطلع 30 تطلع 30. ده النت فورس. النت فورس هنا اسمها او الماجنتيود بتاعتها 30 بس اتجاهها فين؟ اتجاهها ناحيه الاكبر اللي هو ده. يبقى اتجاه الموشن هيبقى الناحيه دي. اتجاه الموشن هيبقى ايه؟ الناحيه دي. ناحيه الايه؟ ناحيه الكبيره. بيقول لك هنا فور اكزامبل نت فورس does not equal zero. النت فورس مش تبقى زيرو خالص. ليه؟ عشان دول كانوا نفس الاتجاه ودول عكس اتجاه بس مش قد بعض. Therefore ولذلك the forces acting in these cases are known as unbalanced forces. قوة غير متوازنة. ليه؟ عشان الناتج في النهاية مش زيرو، لا ده في رقم، الرقم ده هو اللي هيأثر على الاوبجكت، معنى كده ان القوة كلها مش متوازنة. بيقول لك اكزامبل، تعالى هنا ادي الاثنين مختلفين بس في نفس الاتجاه، فهيزقوا مع بعض فيبقى هو هنا الصم المجموع وهيبقى اتجاهها ناحية الرايت. طب هنا ادي قوة 30 وادي قوة 20، هعمل الديفرنس، عملت الديفرنس بقت النت فورس 10 ده الماجنتيود. طب اتجاهها فين؟ قال لك اتجاهها ناحيه الاقوى. فين الاقوى؟ ال 30 يبقى ناحيه الرايت. سهله وبسيطه موضوع النت فورس دي. ده انا عايز اقول لكم الدرس ده جميل قوي. نت فورس determine the kinetic state of object. النت فورس تحدد ايه؟ الكينيماتيك ستيت الحاله الحركيه. بتحدد الحاله الحركيه بتاعت الاوبجكت as shown in the following. The net force when at equal zero. لو هي equal zero لو ثابت هيفضل ثابت، لو بيتحرك هيفضل بيتحرك طالما مفيش قوه بتاثر عليه، مجموع القوه حواليه زيرو. فايه اللي هيغير من حالته؟ مفيش تغيير من حالته. امتى يتغير؟ لما تبقى unbalanced forces. لما تبقى ايه؟ unbalanced forces. يعني net force equal zero balanced forces and act on. هي هتبتدي تأثر على مين؟ stationary يعني ثابت، ساكن يعني. at rest الاوبجكت هيفضل زي ما هو at rest. طيب object moving object at constant velocity ماشي بسرعة منتظمة constant يعني ثابتة in straight line ماشي بسرعة ثابتة في خط مستقيم. جت قوة متوازنة أثرت عليه هيفضل مكمل زي ما هو، لا سرعة هتزيد ولا سرعة هتقل. اهو continuous moving at the same constant velocity هيفضل شغال. يبقى لما تبقى القوة متوازنة على اوبجكت واقف بيفضل واقف، على اوبجكت بيتحرك هيفضل متحرك. طب لو هنا بقى unbalanced forces في قوة غير متوازنة، قال لك لو على واحد ثابت هيتحرك. طب لو واحد متحرك لا، يا سرعة تزيد يا سرعة تقل يا يغير اتجاهه تاني. يبقى هنا طالما تعرض الاوبجكت لقوة غير متوازنة ففي عندك حلين، يا ثابت يا بيتحرك. طب لو ثابت اهو stationary object moves in the same direction of the net force هيتحرك في نفس اتجاه النت فورس. طب لو هو متحرك بيتحرك اصلا، لو النت فورس not equal zero او unbalanced force يبقى معنى كده ان الاوبجكت لو النت فورس في اتجاه الحركه سرعته هتزيد، لو عكس اتجاه الحركه سرعته هتقل. طب لو واخد زاويه مع الحركه هيتغير اتجاهه. يلا نقرا. velocity increase if the direction of the net force is in the same direction of its motion. السرعه هتزيد لو في if the direction لو اتجاه النت فورس في نفس اتجاه الدايركشن بتاع الحركه. يبقى دلوقتي انا عندي عربيه
كانت ماشيه الناحيه دي والنت فورس كانت معاها، ايه اللي هيحصل؟ سرعتها هتزيد طالما النت فورس في نفس الدايركشن بتاع الموشن. انزل تحت، امتى السرعه تقل؟ ها جاوبني، امتى السرعه تقل؟ ايوه لما يبقى النت فورس عكس اتجاه الحركه. انا عندي نت فورس هنا، نمسح كده، العربيه ماشيه الناحيه دي والنت فورس ماشيه الناحيه دي، بتاثر عليها قوه كده. ايه اللي هيحصل؟ الديكريز في السبيد اساسي، هتقل في السبيد. The velocity decrease if the direction of the net force is opposite عكس to the direction of its motion. طب امتى بقى في حاله ثالثه؟ قال لك ايوه لو دخلت نت فورس عليها بزاويه، يعني الحركه الناحيه دي، يعني نمسح ده كده، الحركه الناحيه دي والفورس اثرت عليها بزاويه كده، اكيد طبعا العربيه اتجاهها يتغير اهو. the direction of motion change، اتجاه الحركه اتغير if the direction of the net force at an angle يعني زاويه، اثرت عليه بزاويه to the direction of its motion لاتجاه الحركه. تمام. هنا السؤال ده سهل، بيقول لك انه واحد فيهم ممكن يفضل زي ما هو؟ هنقول ان هو السي. ليه؟ عشان ده بالانسد فورسز، ده اف وده اف الاثنين قد بعض، لكن كل ده هيتحرك عشان واحد اكبر من الثاني. النت فورس اتجاه دي هتحذف دي، لكن دي هتاخدها الناحيه دي، دي هتحذف دي، لكن الاوبجكت هيتحرك الناحيه دي، الاوبجكت هنا هيتحرك الناحيه دي، هنا الاوبجكت هيتحرك الناحيه دي، علشان ده اف وده مفيش غير السي ده اللي هتفضل زيرو، علشان في النهايه النت فورس ايكوال زيرو. طيب هنا بقى the opposite figure shows a set of forces، مجموعه من الفورسز. What is the result of these forces؟ النهايه result النت فورس، قال لك اللي نفس الاتجاه بعمل له بلس، تمام؟ طب واللي عكس الاتجاه بعمل له ماينس. طب دي هتشيل دي عشان هما الاثنين نفس الماجنتيود. طب نجمع دول، ده هنا 10 نيوتن، طب هنا كام؟ 21 نيوتن. ده انبالانسد. طيب عشان اطلع النت فورس ايكوال كام؟ 21 ماينس 10 ايكوال 11 نيوتن. يبقى النت فورس عندي 11 واتجاهها فين؟ اتجاهها ناحيه الكبيره ودول الكبار، يبقى اتجاهها الناحيه دي، يبقى ناحيه الرايت، وهكذا. يبقى انا لما باجي احسب النت فورس اخلص اللي قد بعضه واشوف اليمين والشمال واعمل لهم طالما اوبزيت دايركشن يبقى هعمل ماينس، والاجابه موجوده تحت. نيوتنز لوز اوف موشن ار فاونديشن، اساس مين؟ studying kinematics اللي هي الحاله الحركيه and are expressed in simple mathematical formulas، وتم التعبير عنها ب mathematical formulas يعني صيغ كيمياء رياضيه which are useful in studying the cases of motion، مفيده قوي انك تدرس حالات الحركه، اللي بتسبب الحركه. Newton's established three laws to explain and interpret يفسر the motion of object when acting upon affected by one force or a number of forces. These laws are، يعني بيقول لك الراجل عمل لنا 3 قوانين بتشرح فيها وتفسر الموشن بتاعت الاوبجكت، بتاعت الفورسز اللي بتاثر على الاوبجكت by one force or number of force، لو اتاثر بقوه او اكتر من قوه. طيب اول واحد الحركه ان شاء الله ناخدها في الفيديو الجاي. كنت معاكم مستر محمد الشهاوي. لو انت فهمت كويس ما تنساش تشارك لاصحابك علشان الفايده تعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.